السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الامور ديالكم تكون بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. الوصفات اللي جيتكم بها اليوم هي جوج ديال الوصفات او اقتراحات للطاوله ديالكم ديال الافطار. غادي نشارك معكم ان شاء الله تحليه مذاق اللي مغاير على التحليات اللي مولفين كنحضروا. كتجي لذيذه صحيه وغزاله غزاله بزاف. ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه اللي غادي نشارك معكم. وغادي نشارك معكم واحد الحشوه ديال الميني بالضبوط. كتجي بنينه وكتوجد في الحين، فتخليها حتى ل10 دقائق قبل الاذان ديال الفطور وكتوجد لكم بسرعه. قبل ما ندوزو نتعرفوا على هاد جوج ديال الوصفات، اكيد غادي نوريكم القوام ديال الكريمه كيفاش كيجي القوام ديالها كريمي، وصدقوني جربوها كتجي بنينه بزاف. ان شاء الله غادي تلقاو المكونات ديال هاد جوج ديال الوصفات في صندوق الوصف، وحتى في اول تعليق اسفل هذا الفيديو. بلا ما نطول عليكم، نمشيو ان شاء الله نتعرفوا على المكونات ديالهم. على بركه الله، اول حاجه غادي نحضر معكم وهي التحليه اللي غادي نحتاج ليها نص لتر ديال الحليب. غادي نضيف عليها كيس ديال السكر الفانيلا. وبالنسبه للسكر فكيبقى على حسب الذوق، بغيتو ما تستعملوش فيها التحليه السكر وتعوضوا السكر في الاخير. ملي تعقد لكم هاد الكريمه تضيف واحد الملعقه اولا جوج ديال المعالق ديال العسل، فممكن انا ضفت انايا جوج ديال المعالق اللي ما عامرينش ديال السكر سنيده. من بعد غادي نزيد جوج المعالق كبار ديال الدقيق، ممكن تعوضوها بالنشا ولكن كنصحكم تجربوا الدقيق، هو اللي كيخلي الكريمه ديالنا كتبقى كريميه. خلطت كلشي وضعته على النار حتى عقدت عندي الكريمه بهذا الشكل اللي كتلاحظوا معايا، ما كتكونش ثقيله، كتجي شويه خفيفه. غادي نضيف ليها مكونات اللي كتزيدها واحد اللذه خطيره بزاف. فعندي هنايا كميه ديال المكسرات، خديت شويه ديال الكركاع، شويه ديال اللوز وشويه ديال الكاوكاو اللي هرمشتهم كيف ما شفتوا معايا. انا خليتهم قطع اللي هي كبيره باش يجيوني باينين في التحليه، ممكن تهرمشوهم اكثر من هكا. وغادي نضيف علبه ديال الياغورت، انا استعملت هذا بالنكهه ديال الشوفان اولا الخرطال. ممكن تستعملوا هذاك اللي بالقمح كيجي بنين بزاف. بصراحه ما لقيتش هذاك اللي بالقمح وخديت هذا بالشوفان، حتى هو جا بنين بزاف في التحليه. كنصحكم تجربوا هذه التحليه. فهاد المزيج ديال الياغورت بالنكهه ديال القمح اولا بالشوفان مع المكسرات كيجي غزال بزاف. وكيف ما ذكرت لكم كتجي تحليه اللي هي كريميه بزاف وغنيه كيف ما لاحظتوا معايا. فكيف ما ذكرت لكم في الاول ديال الفيديو، فاللي بغات دير بلاصه السكر تضيف جوج ديال المعالق اولا ملعقه ديال العسل، كيبقى اختياري. صافي غادي نفرغ التحليه في الكؤوس كيف ما لاحظتوا معايا، هذا هو القوام ديالها. بالنسبه لي فخدات ليا هاد 4 ديال الكؤوس نصف لتر من الحليب. نتوما الا كانوا افراد العائله ديالكم كثارين اولا بغيتو ديروا كؤوس اللي هي صغيره على هذه، فاكيد غادي تعطيكم كميه اللي هي كثيره، اولا كتضاعفوا المكونات كديروا لتر واحد من الحليب في التحليه. وبالنسبه للتزيين فانا غادي نزينها بتزيين اللي هو بسيط بزاف. غادي نزين بالقليل فقط من المكسرات اللي وضعت في الوسط ديالها. فانا احتفظت بكميه غادي نديرها في الوسط، ومن بعد غادي نخليها حتى كتولي في درجه حراره ديال المطبخ. نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونوضعها في الثلاجه باش تبرد عندي، وكتوجد تحليه اللي غزاله بزاف. ودابا غادي نشارك معكم الحشوه ديال لي ميني بطبوط. وكيف ما ذكرت لكم هاد الحشوه خليوها حتى تبقى 10 دقائق ووجدوها باش تقدموا هاد لي ميني بطبوط ديالكم سخون. فخديت هنايا مقله اللي وضعت فيها كميه ديال زيت نباتيه مع زيت الزيتون، كنوضع عليهم جوج ديال الحبات ديال البصله اللي الحجم ديالهم متوسط. انا قطعتهم بالهشوار، كنخليهم حتى كيطيبوا كيتشحروا عندي بهذه الطريقه اللي لاحظتوا معايا. دابا غادي نضيف ليهم كميه ديال صدر الديك الرومي اللي حتى هو قطعته بالهشوار ولا بهذا الشكل. اللي بغات تقطعهم مكعبات فتقدر ديرهم ماشي مشكل، وحتى اللي بغات دير صدر ديال الدجاج فتقدر ديرو. انا بالنسبه لي استعملت هنايا تقريبا 15 درهم ديال صدر ديال بيبي اولا ديك الرومي. صافي غادي نشحرهم بهذه الطريقه اللي كتلاحظوا معايا، وفي نفس الوقت راني كنسخن في لي ميني بطبوط اللي كنت محضره من قبل. راني شاركتهم معكم في فيديو، ان شاء الله تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. وصفه لي ناجحه، كيجي بطبوط لي خفيف. انا وضعته في المجمد، جبدته ولا في درجه حراره ديال المطبخ، من بعد وضعته كيف ما شفتوا معايا في هذه المقله. انا شعلت عليها النار اللي هي مهيله وغادي نخليه باش يسخن. هنا راه مازال يلا شعلت على النار. شوفوا معايا تبارك الله وما شاء الله كيفاش كيجي، راه كيجي كامل منفوخ وكيجي ناجح 100%. اللي بغات الوصفه كيف ما ذكرت لكم تمشي تشوف الوصفه، غتلقى الرابط في صندوق الوصف في اول تعليق اسفل هذا الفيديو ان شاء الله.
دابا غادي ندوز نكمل معكم الحشوه. ضفت كيف ما شفتوا معايا جوج ديال الفصوص ديال الثومه محكوكه، عندكم بودره ديال الثوم ضيفوها، راس معلقه صغيره ديال لا موطارد الخردل، وغادي نضيف التوابل. هنا كنضيف توابل ديال الدجاج او شاورما اللي ما متوفرش عندها فتقدر تستغنى عليها، ولكن كتجي لذيذه بزاف الحشوه بهم. كنضيف شويه د الملحه، شويه ديال السكرجبير، شويه ديال البزار، والقليل فقط من الخرقوم البلدي. صافي، وغادي نشحر هاد المكونات كامله مع بعضياتهم. وغادي نضيف في الاخير عصره ديال الحامض، غير واحد شويه ماشي بزاف. واللي بغات تزيد في الاخير واحد جوج ديال المثلثات ديال الجبن فتقدر تضيفهم، انا ما غاديش نضيفهم، فبغير بهكا اكتفيت فقط بالحمض، العصره ديال الحمض. الصراحه كتجي هاد الحشوه غزاله بزاف ولذيذه ما تشبعوش منها. من بعد غادي نخلي لدان طيب مزيان وتشرب ليا التوابل اللي درت معكم، وفي الاخير غادي نضيف كميه شويه ديال الزيتون الخضر اللي قطعته كيف ما شفتوا معايا، قطعه اللي هي صغيره. بالنسبه للزيتون تقدروا تعوضوه بالكورنيشون اللي تقطعوه حتى هو قطع اللي هي صغيره بزاف، كيجي بنين في هذه الحشوه. المهم اللي متوفر عندكم. وفي الاخير فانا هنايا كنت نسيت سكرجبير، فضفت كميه ديال السكرجبير، وكيف ما ذكرت لكم غندير القليل فقط من الخرقوم البلدي. وها هي الحشوه ديالنا واجده، كتجي غزاله بزاف. غادي ندوز ان شاء الله باش نعمر بها البطيبطات. من بعد غادي ندوز باش نعمرهم. غادي نحتاج بالنسبه للتزيين شويه ديال الجبن الاحمر مبشور، وهذا هو البطبوط. شوفوا معايا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي من الفوق. بصراحه وصفه لي ناجحه 100%. سيروا شوفوا الوصفه، انا متاكده غتوليو مدمنين عليها وغتولي هي المعتمده عندكم. وصفه ديال البطبوط اللي كيجي ناجح ومنتفخ كله. صافي، هنايا كيف ما لاحظتوا معايا بعد ما كنوضع كميه ديال الحشوه كنزين في الفوق بشويه ديال الفرماج حمر، وكنوضعو في الطبق اللي غادي نقدم فيه. صافي، غادي نستمر بحال هكا تنكمل الكميه اللي غادي نقدمها الوجبه ديال الافطار. فانا درت الكميه اللي تكفي لجوج ديال الاشخاص، ممكن انكم تضاعفوا الكميه على حسب افراد العائله ديالكم. الا كنتو كتار فاكيد كديروا كميه كثيره ديال الحشو، واكيد حتى بالنسبه لهاد لي ميني بطبوط فكتجبدوا كميه اللي هي كثيره. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفات اللي قدمت معكم اليوم. نتمنى فعلا تجربوهم، كيجيو غزالين بزاف في هذاك الوسط. تقدروا تحطوا اي صلصه كتفضلوا ترافقوها مع هاد لي ميني بطبوط. انا غادي نقدمها ان شاء الله مع الصلصه ديال الياغورت اللي شاركتها معكم العديد من المرات، كتجي غزاله. والتحليه ديالنا هي هذه، كتجي بصراحه غزاله بزاف. ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه اللي شاركتها معكم. ونسيت ما صورت لكم، كان بقى ليا شي حبات من واحد الخبز معمر، خبز مدوز كيجي غزال غزال بزاف. اكيد غادي نشاركو معكم في فيديو اخر كيجي حتى هو وصفه لي غزاله بزاف. والصراحه كيجي لذيذ 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 وما كياخذش لكم لا وقت لا مجهود. والصراحه كيجي لذيذ بزاف. ان شاء الله نشاركو معكم فيما بعد. كيجي طيب في المقله بدون فرن. وهذه هي التحليه، القوام ديالها كيجي كريمي ما تشبعوش منها. ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه اللي شاركتها معكم. وكنعتذر لكم على الصوت اخواتي. ودابا كنقول لكم وصلنا لنهايه ديال الفيديو. شكرا لكم بزاف على المشاهده. نتلاقاو ان شاء الله مع وصفات اخرى وفيديو جاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.